ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا نرسم الصليب مع بعض. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. النهاردة هنتكلم عن قديس عظيم جدا، وهو الأنبا موسى الأسود. اتولد الأنبا موسى في مصر سنة 330 ميلاديا، واتسمى الأسود عشان لونه أسود، وكان طويل قوي، وكان معروف إنه قوي وجسمه ضخم. هو كان من قبيلة من قبائل البربر. دول يا أصحابي ناس بيقتلوا المسيحيين، وكانوا بيكرهوهم جدا، وما كانوش يعرفوا مين هو بابا يسوع. موسى كانت حياته مليانة بالشر، وكان بيعمل حاجات وحشة قوي، وكان رئيس عصابة كبيرة. العصابة دي بقى يا أصحابي كانت بتسرق وبتقتل الناس، وكانوا بيقطعوا عليهم الطريق، وموسى ما كانش يعرف مين هو بابا يسوع. رغم كل الحاجات الوحشة اللي كان بيعملها، وقتها كان نفسه يعرف مين هو الإله الحقيقي. ده حتى افتكر إن الشمس هي الإله الحقيقي. وفي يوم من الأيام وهو بيتكلم مع الشمس كان بيقول: أنا عايز أعرف أنت الإله الصح؟ هو اللي أنا بعمله ده صح؟ أنا عايز أعرف مين هو الإله الحقيقي. وفجأة يا أصحابي موسى سمع صوت بيقوله: اذهب إلى برية شهيد، وهناك هتقابل رهبان هيجاوبوك على كل أسئلتك. وفعلا موسى سمع الكلام وراح على طول على برية شهيد، وقابل هناك واحد اسمه الأنبا إيسيزوروس. والأنبا إيسيزوروس شاف موسى، فموسى قال له سلام. الأنبا إيسيزوروس قال له سلام ونعمة، أقدر أساعدك في حاجة؟ قال له موسى: أيوة، أنا سمعت إنك تعبد الإله الحقيقي، وأنا عايز إلهك ده يخلصني زي ما خلصك، وأنا عايز أقعد معاك وأقولك عن كل الحاجات الوحشة اللي أنا عملتها. الأنبا إيسيزوروس قال لموسى: أنت مين؟ وإيه حكايتك؟ وجاي منين؟ وبعد كده فعلا موسى قعد مع الأنبا إيسيزوروس، وفضل موسى يحكي عن كل الحاجات الغلط اللي كان بيعملها وعن حياته الصعبة. والأنبا إيسيزوروس حس فعلا إن موسى ندمان عن كل الحاجات اللي كان بيعملها، وابتدى يتكلم معاه عن بابا يسوع. موسى ركع على الأرض وفضل يعيط كتير، وكان بيقول: هو أنا إزاي كنت عايش كل السنين دي وأنا معرفش مين هو يسوع المسيح؟ وبعد كده يا أصحابي موسى اتعمد وبقى مسيحي. وبعد فترة موسى راح للأنبا إيسيزوروس وقال له: أنا عايز أكون راهب. الأنبا إيسيزوروس رفض، وقعد يحكي لموسى قد إيه حياة الرهبنة دي صعبة، وإن العيشة في الصحراء مش سهلة. عارفين حصل إيه؟ موسى ما راحش مصر ومنزلش من البرية، لكن هو فضل موجود في البرية يتحايل على الأنبا إيسيزوروس عشان عايز يكون راهب. والأنبا إيسيزوروس وافق وقال له: بس انت لازم تروح للأنبا مكاريوس الكبير. وفي يوم من الأيام يا أصحابي اتجمع عدد كبير قوي من الرهبان، وكان موجود الأنبا مكاريوس الكبير والأنبا إيسيزوروس كمان. ودخل موسى الكنيسة قدام كل الرهبان دول، وفضل يعترف بكل الحاجات الوحشة خالص اللي كان بيعملها، وكان بيقول: أنا سرقت وقتلت وكنت قاطع طريق وعملت حاجات وحشة. ومع كل خطية كان بيقولها يا أصحابي كان فيه لوح مكتوب عليه الحاجات دي. وعلى طول موسى لبس الإسكيم على إيد الأنبا إيسيزوروس، وبقى راهب باسم الأنبا موسى الأسود. وفي يوم من الأيام يا أصحابي الأنبا موسى الأسود كان بيصلي، وواحد من الرهبان جه وخبط عليه باب قليته. والأنبا موسى لما فتح الباب الراهب قال له: السلام ليك يا أبانا، أنا جيت أقولك إن في راهب عمل حاجة غلط، وكل الرهبان مجتمعين علشان يعاقبوه، وإنت لازم تيجي وتكون موجود. رد عليه الأنبا موسى وقال: روح يا ابني وأنا جاي وراك. عارفين حصل إيه؟ الأنبا موسى الأسود قبل ما يروح مجمع المحاكمة جاب كيس كبير قوي وملاه بالرمل، وخرم فيه خرم، وفضل ماشي وشايل كيس الرمل على كتفه، وكان عمال يقع الرمل وهو ماشي. والراهب لما شافه قال له: ليه يا أبانا انت شايل كيس الرمل ده؟ وإيه الرمل اللي عمال يقع ده؟ قال له: الخطايا بتاعتي زي الرمل بالظبط اللي عمال يقع ورايا، وما ينفعش أبدا إننا نحكم على غيرنا.
إحنا كمان بنغلط. الأنبا موسى كان عايز يعلمنا إننا ما ينفعش نبص على غلطات غيرنا وننسى إننا كمان بنغلط. وبعد فترة يا أصحابي حصل هجوم من قبائل البربر على الدير، والأنبا موسى الأسود كان في الدير ومعاه رهبان تانيين. والأنبا موسى الأسود نال الشهادة في يوم 24 بقونة سنة 408 ميلاديا، وجسده يا أصحابي اتدفن في أنبوبة واحدة مع المعلم الروحي بتاعه اللي هو الأنبا إسيزوروس في دير البراموس. وعلى فكرة يا أصحابي جسده زي ما هو. يا ريت كلنا يا أصحابي نتعلم من الأنبا موسى الأسود إننا مهما غلطنا أو عملنا خطايا كتير دايما نرجع لبابا يسوع ونتوب، وهو على طول هيسامحنا. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.